خلونا نحلل مع بعض سهم شركة بي انفستمنت. مبدئيا احنا هنحلل على برنامج تريدنج فيو، عملنا له فيديو قبل كده هيظهر قدامكم على الشاشة لو حابب تتفرج ازاي بنحلل عليه او ازاي بنستخدمه. بمنتهى البساطة هتيجي تحت على كلمة واتش ليست وهتدوس عليها، وبعد كده علامة البلس اللي هنا وتكتب التيكر بتاع السهم بتاعك وليكن بي انفستمنت مثلا. هتنزل تحت شوية هتلاقي اهو اللوجو بتاع الشركة واسمها بالكامل والتيكر بتاعها اللي هو الكود البورصة المصرية EGX. هنفتح سهم بي انفستمنت وبعد كده او هنضغط عليه وبعد كده ندوس على علامة المربع اللي تحت. بمنتهى البساطة احنا فاتحين الفريم الشهري عشان نعرف الاتجاه العام للسوق. في قاعدة كلنا عارفين اللي هي ترند از يور فريند. عندي قوة شرائية قوية جدا على المدى البعيد، وعندي الستوكاستيك اوفر سولد، يعني هو خلاص قفل البيع بتاعه. عندي اتجاه صاعد زي ما احنا شايفين، القمة دي كسرت اللي قبلها. طيب هنخش بقى على الفريم الأصغر شوية. احنا كنا محللين بانفستمنت قبل كده، قلنا ان هو في اتجاه صاعد. هتلاقي مجموعة الشموع الصاعدة دي، وهتلاقي عندي في شمعة شراء قوية قوي، وعندي في شمعة بيع بعديها بتلحقها اهي بس مش بنفس قوة الشراء. عندي الاستوكاستيك بيقول لي ان انا اوفر بوت، انا تشبعت شرائيا على الفريم الاسبوعي. هنفتح اليومي ونبدأ نركز معاه، وده بالنسبة لي الأهم دلوقتي لأن ده المدى القريب. طيب احنا لو جينا بصينا كده رسمنا قناة صاعدة، شايفين صاعد هابط صاعد هابط صاعد هابط زجزاج اهو. لو رسمنا قناة صاعدة كده هنلاقي ان واضح جدا جدا الاتجاه العام صاعد. يسميه انفستمنت الفترة الجاية او الكام يوم الجايين هيبقى صاعد. هنفتح فريم اصغر شوية عشان نشوف هل منطقة الدخول دلوقتي او الشراء مناسبة ولا لا. احنا كنا محللين بي انفستمنت قبل كده، قلنا في منطقة اللي احنا كنا راسمين عندها الخط ده، قلنا لو هي كسرت بي انفستمنت هينطلق او هيصعد جدا. لو ارتد من هنا خلاص، لو كسر المنطقة السفلية دي لان هو عامل لي نموذج زي ما انتم شايفين كده كأنه وتد انعكاسي، فكان الترجيح الاكتر ان هو يعمل لي فترة تصحيح الاول، ولكن مش ده اللي حصل. هو صعد بقوة. في عندي شموع قوية اهي، خلينا نقرب بس عشان الدنيا تبان اكتر. صعد بقوة هنا اهو، تمام. بعد كده هنلاقي على الفريم الاصغر شوية المنظر العام اهو، مجموعة اعلام صعود بقوة، بعد كده هبوط بياخد وقت طويل، صعود بقوة، بعد كده هبوط بياخد وقت طويل. أنا شايف وجهة نظري إن بمجرد كسر المنطقة دي كده، بمجرد كسر المنطقة دي إلى أعلى، فسهم بي انفستمنت هينطلق إلى أعلى. على الأقل أو حد كمتوسط هيوصل لسعر 21.5، هيوصل للمنطقة دي تقريبا. وممكن يستمر على فكرة كمان، ولكن هيكون هدفك في الحالة دي المنطقة دي. ده تحليل بي انفستمنت الفترة اللي جاية. كنا محللينه قبل كده، كنا متوقعين له اكتر انه يعمل هبوط بدافع التصحيح البسيط، ولكن مش ده اللي حصل. وعشان كده احنا في الفيديو اللي قبل ده على طول كنا متكلمين وقلنا بننتظر الاشارات التأكيدية. مش معنى ان هو مديني اشارات المنظر بتاع النموذج ان ده نموذج انعكاسي ان انا السهم بتاعي ممكن يبدأ ياخد منحنى هبوط، إلا لما السعر نفسه هو اللي يقول، السعر نفسه هو اللي يبدأ يكسر الخط البرتقاني اللي عندي ده، يبدأ يكسر الخط البرتقاني ده. لو كان بدأ كسر السعر بقوة الخط ده كنا نقول خلاص هو كده فعلا دخل في مرحلة هبوط، ولكن مش ده اللي حصل. وعشان كده احنا دايما لازم نستنى ان السعر هو اللي يقول كلمته في اي توقعات احنا بنقولها. هنا السعر قال كلمته وطلع بصعود، وفي ناس اول ما السعر بيطلع بيشتروا على طول، ولكن انا ما بحبش كده لان عادة السعر زي ما انت شفت نزل تقريبا للمستوى او المنطقة اللي كسر منها، فاداك فرصة تانية للشراء. مع تأكيد الفريم الأصغر زي ما قلنا، فأنا أتوقع إن بي انفستمنت الفترة الجاية هيصعد، وخصوصا لو كسر المنطقة اللي الخط الأبيض هيصعد الأول، هيبقى بنسبة كبيرة قوي لحد 20.5، وبعد كده متوقع ليه يوصل لحد 21.5. ده التحليل العام لسهم بي انفستمنت. طيب ده بالنسبة للمضاربات. تعال نشوف بقى بالنسبة للفريم الكبير، الناس اللي بتستثمر. بي انفستمنت المتوقع ليه طالما عمل المنظر ده وهو في اتجاه صاعد
وعندي هنا عمل نظرية تبادل الأدوار. كان عندي ده المستوى بتاعي صاعد، وبعد كده نزل، بعد كده صاعد، وبعد كده ارتد من نفس المستوى اللي هو الخط الأبيض ده. إذا أنا عندي المنطقة دي منطقة دعم قوية جدا. هي كانت منطقة مقاومة والسعر كسرها، إذا هي خلاص بقت ضعيفة من حيث المقاومة، ولكن هي قوية من حيث الدعم، بتدعم السعر إنه يكون لأعلى. نظرية الدعم والمقاومة والسعر أصل الأسهم إنها صعود. إذا لما نقول دعم معناه إن إحنا الخط بتاعي بيكون أسفل السعر، يعني هو بيدعم السعر إن هو يخبط فيه ويرتد منه ويصعد إلى أعلى، وعشان كده هي اسمها منطقة دعم. أما لما يكون السعر من تحت صاعد ويرتد في الخط ده ويعكس تاني، احنا بنسميها مقاومة، لأنه بيقاوم الاتجاه الأصلي للسعر وهو الصعود. الهدف من الأسهم هي الصعود. طيب متوقع بانفستمنت يوصل لفين؟ متوقع إن هو يوصل على الأقل على المدى البعيد للمنطقة دي، وممكن كمان يكسرها ويكمل. طيب ممكن لو كسرها يكمل لحد فين؟ هناخد الخط ده كده، المنظر ده كده، وننقله هنا. المتوقع ليه هيبقى أول هدف بنسبة كبيرة جدا هيوصل له على المدى البعيد. خد بالك ده فريم شهري، يعني خلال الشهور الجاية هيوصل للمنطقة دي، وقد يصل كمان لحد المنطقة دي. يعني متوقع لبي انفستمنت ان هو يوصل لحد 25.5، وكمان ممكن يوصل لحد 35.5 أو 36.